بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشرح محتوى كورس الموبايل ابلكيشن بتقنية الماوي، وهناخد تفاصيل الكورس ان شاء الله. اول حاجة يا شباب، تقنية الماوي دي تقنية بتشتغل على حاجة اسمها كروس بلاتفورم، يعني بتشتغل على الاندرويد، بتشتغل على الاي او اس، بتشتغل على الويندوز، والجديد كمان ان هي بتشتغل ممكن ديسكتوب ابلكيشن. عشان كده احنا اخترنا تقنية الماوي. دي الحاجة الاولى. الحاجة التانية، كود بيتكتب بالسي شارب، علشان كده قريبة للشغل اللي احنا بنشتغله دايما، وعلشان كده سهلة في الاستخدام. طيب، هناخد ايه في الكورس بتاع الماوي؟ اول حاجة يا شباب، كورس الماوي ده هينقسم الى 4 فصول. الفصل الاول هيكون مقدمة عامة عن الكورس. تاني حاجة هنشرح بالظبط احنا خدنا الماوي ليه، وايه تاريخ تقنية الماوي، ليه الماوي، وتاريخها ايه ومكوناتها ايه. بعد كده مفهوم الكورس، كروس بلاتفورم، ويعني ايه كروس بلاتفورم وبالتفصيل، وكيفيه تحميل فيجوال ستوديو 2022. هنشتغل على 2022 ان شاء الله. هنعمل عمل مشروع جديد بتقنيه الماوي، وفكره عامه عن محتوى البرنامج والملفات واللي بتحط فين وبتشتغل ازاي. بعد كده هنعمل تشغيل المشروع على بيئه العمل المختلفه، الويندوز، الايميليتور، جهاز الموبايل، ازاي تشغل الماوي او تشغل الابلكيشن بتاعك على الحاجات دي كلها. واحنا شغالين هنجرب ونطلع اي بي كي ويشتغل على الموبايل. بعد كده هنخش على الفصل الثاني، تصميم واجهات الموبايل. يعني ايه واجهات الموبايل، ويعني ايه الزامل اللي هو الاي اكس اي ام ال، والادوات داخل الماوي هنشتغل عليها. كيفيه تقسيم الصفحه وانواع التقسيم، بنقسم الصفحه ازاي ونحط الادوات على الصفحه ازاي. انواع الصفحات داخل الموبايل، طبعا في الموبايل كذا نوع، 4 انواع تقريبا للصفحات. هناخد الصفحات دي كلها وانواعها ازاي. ادوات الرسم والصور والالوان هناخد برضو بالتفصيل الادوات. ادوات التحريك، ازاي احرك الحاجه، ازاي اغير شكلها، انقلها من مكان لمكان. عرض القوائم داخل الموبايل، ازاي اعمل ليست او قائمه، سواء قائمه منسدله او قائمه عرض صور او عرض اي حاجه فيها قوائم. وبعد كده عندنا القوالب، التصميم، الستايل، هل ينفع احط سي اس اس داخل الماوي ولا لا، والسيمز بعملها ازاي اللي هي الستايلات داخل الماوي، والتعامل مع الايقونات والخطوط والتصميم. الجزء ده هيكون كله واجهات، او هنعرف ازاي نتعامل مع واجهات الموبايل. وبعد كده ان شاء الله هنخش على الجزء الثاني اللي هي الباك اند او لغه السي شارب، او الجزء الثاني اللي هو ازاي اكتب كود داخل الماوي. هناخد اساسيات السي شارب في الموبايل، واين يتم كتابه الكود، هكتب الكود فين، المتغيرات ونقلها من التصميم الى الكود، الدوال الشرطيه مع امثله عليها، والدوال التكراريه، الفول لوب والاف ستيتمنت، البرمجه الكائنيه الاوبجكت اورينتد، والكلاس والاوبجكت وازاي اتعامل معاهم في الماوي. كيفيه انشاء الكلاس والاوبجكت وعرض البيانات على التصميم، ازاي انشئهم واعرض البيانات على التصميم. لو عندي مجموعه اصناف مثلا عايز احطها على التصميم، احطها ازاي. والاري هنعرف برضو عن الاري، فكره عامه عن الاري هنشتغل عليه ازاي، وازاي نعرض الاري ده على التصميم بتاعنا. كيفيه التنقل بين الصفحات، ازاي انقل البيانات من صفحه لصفحه واشتغل عليها ازاي، فكره عامه. بعد كده عندنا استخدام الكاميرا بقى، الحاجات اللي انا ازاي استخدم الحاجات بتاعت الديفايس، الشغل بتاع الموبايل ابلكيشن نفسه، ازاي استخدم الكاميرا وازاي استخدم الباركود. ده فكره عامه ازاي استخدم الحاجه. طبعا في حاجات تانية كتير، الخرايط والكلام ده، بس يعني ده الفوكس اللي احنا هنشتغل عليه. لو حضرتك فهمت واحده من دول او اتنين، خلاص حضرتك تقدر تتعامل مع الحاجات كتير بعد كده، او تستخدم كل بارامتر السنسور والاضاءه والكلام ده، تقدر تتعامل معاه. في فيديوهات كتير للكلام ده، ولكن احنا هناخد الفكره العامه بتاعت الموضوع، وكله بعد كده هيلاقيه سهل. وهم عاملين الصراحه دوكيومنتيشن كبير، عاملين دوكيومنتيشن 1900 صفحه تقريبا عن الماوي. فمايكروسوفت دلوقتي بتدعم الماوي بشكل كبير، وبتعمل شغل عشان تطور الماوي وتخليه ينافس الفلاتر رياكت نيتف. كده يا شباب انا خلصت محتوى الكورس ده. كده هيبقى الجزء الاولاني من الكورس بتاع الموبايل ابلكيشن، وخاص بالتصميم والفكره العامه واساسيات برمجه الموبايل. ان شاء الله الجزء الثاني هنتكلم عن كيفيه التعامل مع قواعد البيانات داخل الموبايل، سواء بالسيكوال لايت او بالاي بي اي. هنتعامل مع اي بي اي خارجيه، وهناخد بقى بروجكت كامل، ازاي اعمل تطبيق كامل على برنامج مطاعم، ازاي اخد بيانات من السيرفر الرئيسي واحط اعرض الاصناف واعمل اوردرات
وابعت الفاتوره للسيرفر الرئيسي واوديها المطبخ كمان، واتعامل مع البيانات داخل، سواء انقلها من الموبايل الى السيرفر او من السيرفر للموبايل وهكذا، واستنى النوتيفيكيشن لو جالي نوتيفيكيشن، وهكذا. هناخد الكلام ده في المستوى التاني ان شاء الله. اشوفكم على خير في الكورسات الجايه، واقول لكم السلام عليكم.